السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله الكل بخير وعافية. اشتاقت لكم كلش هواية وصار فترة ما منزلة أي فيديو أو روتين. طبعا اليوم راح أسوي قيمة وتمن وراح أعجن وأخبز أكثر فقرة أكرهها، وراح أسوي شوية ترتيبات للمواد الغذائية لأن صايرة هوسة. نبدأ الفيديو مالتنا ونقول بسم الله. هنا أنا عندنا نص كيلو لحم عجل خالص يعني بدون عظم، وهنا أنا عندي نص كيلو حمص منقعته قبل يوم، وهنا أنا عندنا ملعقة من الكمون، ملعقة من الدارسين، ملعقة من النمو بصرة تنضاف بالتدريج على مود ما تصير سودة على غفلة. تعرفون النمو بصرة تختلف النوعيات. وعندنا هيل ربع ملعقة. طبعا هنا أنا اللحم راح نقطعه قطع متوسطة. أهم شيء يكون عكس اتجاه الألياف مالت اللحم، يعني يصير عندنا خيوط القيمة تصير. هنا أنا راح أقطعها بهالشكل هذا. قلت لكم قطع متوسطة، وراح أبدي أقليهم بالزيت. يعني أريد أكرمل اللحم. طبعا هي مو الكميات الهواية ما راح يسوون هيك، راح كله يخطوه ويهرسوه سوا، لكن هاي طبخة بيت يعني للعائلة بس. هنا راح أبدي أقلي قطع اللحم وأكرملهم بهالشكل هذا، وبعدين ورا ما أكمل الاستواء مالتهم أضيف عليهم الحمص وكمية من المي كافية للحم والحمص وأخليهم ينهرسون. طبعا أخذ مني وقت ساعتين بالتمام، يعني أنا أول نص ساعة فار ونصيته وتركته. أنا متعودة ما أعرف يعني أخلي خاشوقة، يعني ملعقة مالت فافون ستيل أخليه ويا اللحم. يقولون يعجل من الاستواء، أنا مجربتها صحيح، بعد ما أعرف إذا المعلومة صحيحة يمكم أو لا. طبعا عندي ليا أني ما ضفت نهائيا لأن ما أحب الليا بالقيمة. يعني اللحم خالص ينضاف. هنا بعد ساعتين انهرس عندي اللحم والحمص همينه استوى مثل يعني ما تشوفون قدامكم. هسه راح أبلش أهرس بيه بالهراسة اليدوية المدراخة، يعني هاي بالضبط هاي قد حاجة 1000 ب1000 دينار. أني أقدر أستخدم الهراسة الكهربائية، وراح أشوفكم. طبعا ينهرس بكل سهولة، ما ياخذ 5 دقائق، لكن ما راح تكون عندكم القيمة خيوط، لأن تعرفون راح ينمرد اللحم كله يصير مثل العجين. الهراسة اليدوية لا، تعطيكم يعني الشكل مالت اللحم كلش طيب، نفس اللي يسووها يعني بالمواكب، كلش طيب الطعم والشكل مالتها يعني كلش حلو. وهسه حبيباتي بنات راح أخلي الزيت مالتنا بالجدر على مود نبلش نطبخ القيمة. هنا أنا عندي راسين بصل حجم كبير، يعني قطعتهم قطع متوسطة وضفتهم. راح أشوحهم لحد ما يصير لونهم بهاللون هذا. راح أضيف 4 ملاعق كبار كلش من المعجون. انتوا بعد حسب رغبتكم، تحبوها حمرة كلش، تحبوها اكو ناس لا ما يحبوها حمرة، يعني تعطي لون النمو بصرة على سمار. وهنا أنا راح أبدي أخلطهم وأخلي عليهم المي مالتي وأعوفهم على راحتهم يستوون. إحنا عائلتي ما يحبوها كلش ثخينة، تعرفون القيمة كل ما تبرد تثخن يعني. هنا أنا خليت المواد البهارات مالت المطيبات، الدارسين والكمون والهيل والنوم بصرة. طبعا الهيل ما خليته صحاح، رحت مرة ثانية خليت يعني بدلته بالهيل المطحون. الهيل الصحاح راح أطبخ بيه التمن. هنا أنا راح أبلش أطبخ التمن مالتي. خليت زيت، خليتها من الهيل. إذا عندكم الدارسين أو القرفة أعواد خلوه، أنا عندي مطحون راح أضيفه. بعد ما يعني نشف المي عندي ضفت دارسين نص ملعقة، وضفت صبغ لوزينة، وضفت الهيل أنا ضايفته يعني بالبداية. على هالحطة هاي ما راح أقلبهم، راح أتركهم يتهدرون على راحتهم. صار الطعم يجنن. وهنا أنا أكثر فقرة أكرهها بحياتي هو الخبز. عجنت وخبزت والطحين مالتي كان حيل مو زين، شلع قلبي لحد ما كملته. وهنا عند التمن استوى. طبعا الريحة تجنن والمنظر يشهد. وهاي الصينية مالت القيمة والتمن اللي أتمناكم كلكم قاعدين وياي وتذوقون من عندها. أتمنى إذا وصلتوا لنهاية الفيديو لا تنسون دعم قناتي باللايك والمتابعة وتفعيل الجرس على ميزة الكل، حتى كل ما أنزل فيديو جديد تشوفوا. أترككم في رعاية الله وحفظه، مع ألف سلامة.